الفصائل هي مجموعة فصائل، منها ما هو إسلامي، ومنها ما هو قومي، ومنها ما هو عشائري، ومنها ما هو شعبي، وهم الفرشة العريضة من الناس. هؤلاء تحركوا وهنالك ضباط كبار يديرون شؤونهم، تحركوا لكي يتخلصوا من الظلم، تحركوا لتحرير مدنهم. أختي الكريمة، الآن الموصل تنعم بأمان لم تشهده منذ سنوات. من يسيطر عليها ومن ينظم الحياة كل ما يجري فيها؟ عليها من قصف. نعم، الموصل مثلا، من يسيطر عليها ومن ينظم هذه الخدمات وكيف تتم العملية؟ هناك رواتب، هناك موظفين، كيف تتم العملية الخدماتية هناك اليوم؟ كل الموظفين رجعوا إلى دوائرهم، والكل يداومون في أماكنهم، والماء والكهرباء والمستشفيات وجميع الخدمات متوفرة الآن في الموصل، ولم تحدث عندنا أي خروقات في الموصل. ودليل واضح كان هذا دليل واضح على أن من كان يقوم بالجرائم التي ترتكب في الموصل هم القوات الأمنية، وهذا ما لمسناه في الفلوجة مدة 6 أشهر. لم تجري عندنا عملية اغتيال داخل الفلوجة. ما خرجت القوات الحكومية حتى عادت الحياة يعني كما قلت آمنة. ولكن في كل أسبوع كنا نودع 4 أو 5 من الشهداء. طيب، لكن من الجهة التي، أسأل يعني بطريقة واضحة، من الجهة التي تؤمن رواتب الموظفين اليوم في الموصل مثلا؟ لا توجد جهة تؤمن رواتب الموظفين في الموصل، ولكن نفس الإدارة الموجودة من الموظفين الصغار، يعني ما خرج من الموصل إلا المحافظ ومجلس المحافظة، وإلا شؤون المحافظة هي مدارة بصورة صحيحة يعني كما تجري. ونحن نسأل، يعني لا ندري حقيقة، هذا ليس من اختصاصي، ولكن هذا شأن الموظفين، هم يديرون موضوع الرواتب وغيرها. طيب، هذه التحركات تجري على قدم وساق يعني تعمل. طيب، ونحن نتابع دائما هذه التفاصيل، لكن بالعودة إلى الثوار كما وصفتهم سماحة المفتي، باركت عملهم، باركت تحركاتهم؟ يقينا أبارك عملهم، لأنهم نصروا المظلومين، وهم قرة عيوننا وخيرة شبابنا. كيف لا نبارك عملهم وهم خلصوا الناس من الميليشيات المجرمة التي تدربت في إيران، والتي تتلذذ في تعذيب أبنائنا وبناتنا. خلصوا الناس ممن يغتصب النساء والرجال، خلصوا الناس ممن يضرب الناس بالبراميل المتفجرة، خلصوا الناس ممن يضربهم بالمدافع والهاونات. كيف لا أشكرهم؟ طيب. وكيف لا أعتز بهم وأقبل أيديهم؟ طيب، كان لك